السلام عليكم الاخوات، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله، وتكونوا بصحه جيده ان شاء الله. وكنشكركم، مرحبا بكم مره اخرى في قناه غزال، ومرحبا بالناس الجدد في القناه. اليوم غنحضر معكم مره اخرى عصير منعش ولذيذ وصحي وغير مكلف كيف العاده، بمكونين فقط كيجي بزاف زوين. طبعا فيه الحامض، محبي الحامض او سيترون. معكم تشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي يا سلام، صراحه كيجي خاطر هكذايا، وكيجي منعش كيف قلنا بالسيترون وبالتفاح وبطريقه مختلفه، يعني ماشي اللي كتعرفوا. غير دخلوا شوفوا طريقه التحضير غادي تحضروه لان زوين بزاف وفيه المذاق رائع. يلا البنات ندوزو للمقادير والطريقه تاع التحضير ان شاء الله. عندي البنات هنايا بالنسبه للمكونات، عندي هنا 3 تفاحات لقيتهم من القشره ودرتهم طابو ثلث ساعه 20 دقيقه، مع 2 كيسان تاع الماء وواحد العصره تاع الحامض. الماء ديالو هو هذا، هو به غنطحنو، ما غاديش نضيعوه لان غنحتفظوا كاع بالفيتامينات ديالو. وعندي هنايا 2 ليمونات حامضات نقيتهم، كانوا عندي في المجمد، نقيتهم وزولت لهم العظم. صافي البنات غادي نديرو ان شاء الله نطحنو. صافي البنات جبت الكاس تاع الميكسور ديالي، غادي نوضع الليمون الحامض وغنوضع داك الماء اللي طحنت فيه، اللي طيبت فيه التفاح. وعندي هنا التفاح ديالي. بالنسبه للسكر غنوضع انا 3 المعالق، يمكن لكم تعملوا اكثر او اقل، او يمكن لكم تعملوا العسل اللي حبيتو. صافي البنات غنحطوه يطحن في الميكسور. صافي البنات في الادنى فاش طحن مزيان غنضيف ليه واحد نصف كاس تاع الماء بارد من الثلاجه، يكون بارد مزيان، وغادي نزيد نطحن. المهم نطحن حتى نحس بالمكونات كلهم طحنوا مزيان، لان ما غنصفيوهش غنشربوه هكاك ونستافدوا كاع من المكونات اللي فيه. غادي نطحنوه مزيان تيطحن ونرجع لكم ان شاء الله مع الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي البنات تاع العصير ديالنا، كيجي بزاف زوين. شفتوا القوام ديالو كيجي لذيذ وكيجي خاطر وكيجي هكذا بارد، والنكهه تاع الحامض. يلا البنات بصحتكم وراحتكم، ونتمنى الى اعجابكم ان شاء الله وتجربوه. وما تنساونيش البنات من لايك، غبرتوا عليا يعني تتفرجوا في فيديو ما تعملوش لي لايك، فهذا غير تحفيز. والناس الجدد فعلوا الجرس. يلا خليكم في رعاية الله، ونتلاقاكم ان شاء الله في فيديو المقبل. السلام عليكم.